السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معانا النهاردة وصفة سمك وجمبري، تتبيل السمك والجمبري. ويلا بينا نلوك عشان نكوك. احنا معانا قبل ما نخلص، قبل ما نبتدي الفيديو بقى، يا ريت بقى تفرجوا الفيديو على اخره وتعملوا لايك وشير بقى، واللي ما عملش اشتراك يشترك، عايزين القناة تكبر. الحمد لله بدأت يعني هي القناة تشد حيلها شوية، وعايزينها تكبر بقى كده ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ريت بقى تفرجوا الفيديو لاخره وتكتبوا لي تعليقات. احنا دلوقتي معانا توم وليمون وفلفلايه حراقه. حطينا كل ده في الكبه، ومعاهم بقى ملح وكمون، وهنحط وفلفل. الفلفلايه الخضراء الحراقه دي يا جماعه ما بتحدقش السمك، دي بتدي تست بس، ما بتخلوش حامي، يعني هي بتدي طعم. لكن لما بتحطي 3 4 هتحدق، هتخليه حراق، لكن ده مهما دي هتدي تست بس. الجمبري في العموم انا ما بحبش اتبله بتتبيله شديده، بس بحط له حته صغيره، معلقه صغيره قوي من التتبيله دي، علشان ما بحبش الجمبري يتبل قوي. وهو فعلا الجمبري لما تتبليه قوي ما بيبقاش، بتضيع طعم الجمبري. فانا بحط له فلفل، واحط للسمك شويه فلفل اسود، وبضرب التتبيله دي اللي هي الثوم والملح والفلفل، الفلفلايه الخضراء، ومعاهم شويه كمون وعصير ليمون، وبضربها كلها. وبعدين بتبل السمك. برضو السمك ما تكتريش عليه التتبيله، وما تقعديهوش في التتبيله كتير. يعني انت هتقلي السمك تتبليه قبليها على طول يا جماعه، عشان السمك يفضل طعم السمك باين، ما يبقاش اكنك بتاكلي توم وتتبيله. يعني المفروض حتى السمك ان انت تتبليه في ساعتها، علشان دي عن خبرة، يعني دي عن خبرة. احنا بنحب السمك جدا وبنعمله كتير جدا، بس بطلنا بقى نتبل ونركن بقى وننقع دي، لا خلاص. يعني قبل ما تقلي السمك على طول. يعني انت بتحضري خلاص عشان تقلي السمك والرز وبتاع، تتبلي السمك في ساعتها، يا دوبك مسافة ما تحضري للقلية. المعلقة دي بقى، معلقة اللي هي الفضلة دي أنا هحطها على الرز. رز السمك لما بتحطي له معلقة الثوم مع الفلفل مع التتبيلة دي بليمونها بكله كله بالكمون، بتخلي الرز جميل قوي قوي. ولو بتحطي له كمان نص معلقة كركم بيبقى تحفة بصراحة. احنا كده تبلنا السمك والجمبري، ملح وفلفل، والخلطة دي خفيفة خفيفة كده. وبعدين بقى احنا معانا هنا معلقة نشا ومعلقة دقيق، وبعدين معلقتين 3 مطحون، اسمه ايه دوت، بقسماط مطحون. وبعدين معلقتين برضو كبيرة تانيين يعني للدقيق، ومعلقتين نشا. دي التغليفة اللي هنحطها. المعلقتين دول اللي هو النشا والدقيق، دول هنحطهم على بياض البيض بعد ما نضربه علشان نغلف بيه الجمبري. بياض البيض ده لما بنضربه بنعمله مرنج كده، بيبقى جميل قوي. نحط له بقى نقطة ملح ونقطة خل، ونضرب جامد بقى لما يكون فوم، يبقى هو نعمله مرنج يعني، بياض بيض مرنجي، يعني يبقى مرنج. انا يعني بس بوريكم ازاي بتبل السمك. بحطها على كيس كده عشان تبقى سهله، ما واقلب كده واشيل كده كده وبقلب كده. انا طبعا عارفاكم كلكم شاطرين، بس يعني احنا بنعمل الفيديوهات دي برضو للي هي ايه لسه هتتزوج، للي لسه جديده في الجواز كده يعني. برضو دي ايه فيديوهات تعليميه. وبتتنضف كويس قوي، وما تتبليش السمك بالدقيق الا وانتي بتقليه. يعني انا اخدتها من هنا حطيتها على الزيت على طول، ما تحطيهاش في الدقيق وتركنيها عشان ما تكونش عجينه على السمك وتبقى ايه ناشفه ومقلوحه. تتبلي السمكية وتروح حطها على طول في الدقيق. انا بحب اقسم السمك نصين كده عشان ما يبقاش طري، يبقى مقرمش كده وجميل، وبرضه بيبقى لحمه طري بس ما بيبقاش ممهمط كده، وما بيبقاش ايه. البولتي ده نفسه بيبقى طري، لحمه طري كده، مهما انت نفش فيه بيفضل برضه لحم طري. انا ضربت هنا البياض البيضة لما بقى عامل فوم مرنج كده. وبعدين هنحط عليه بقى معلقة دقيق ومعلقة نشا.
او يعني كده حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. انا حاطه يعني ما علشان دي بياض بيضه واحده يعني، عشان مش جمبري كتير. لو هتعملي بياض بيضتين يبقى هتكتري شويه، نص معلقه كبيره ونص معلقه كبيره يعني كده على بياض البيض، وبشويش كده تقلبيها، وتبتدي بقى هتنزلي الجمبرية. لازم تتفتح نصين، يعني لازم تشقيها من الظهر من فوق كده عشان تبقى مفرودة، تبقى عاملة زي الايه، اللي هو اللي تبقى عاملة زي الفراشة كده المفروض. اللي هم بيقولوا عليها بتر فلاي دي يعني. ايوه ايوه، هي تبقى كده زي ما انتم شايفين، بتتفتح كده علشان التغليفه دي تتحط جواها. شايفه هتتحط ازاي؟ بتاخد منها خفيف قوي بقى. بياض البيض ده بيدي قرمشه جميله قوي مع البقسماط. المفروض البقسماط ده يعني يكون فينو طري، يعني بتجيبي الفينو الطري وتنضفيه من الاحمر اللي عليه وتضربيه في الكبه، هيديكي غلاف جميل قوي قوي، هيبقى حلو قوي، احلى من الناشف كمان، احلى من الناشف. وبعد كده بعد كده بنحطه في المارينج، ونحطه في البقسماط والدقيق والنشا، وناخده على طول يعني ما نقعدهاش، يعني ناخدها على طول على الزيت. الزيت برضو على نار وسط، مش عايزين زيت حامي ولا نار حامية عشان الجمبري يستوي. وكده الجمبري استوى بقى جميل جدا جدا، وهاشش بقى ونافش، مش قادره اقول لكم جميل ازاي. ونفس الغلاف ده طعمه جميل قوي قوي قوي. وان شاء الله الوصفه تعجبكم باذن الله، ووصفاتنا كده ان شاء الله تحوز على اعجابكم. ويا ريت بقى لايك وشير، ويا ريت تعملوا لنا بقى شويه تعليقات. انا عايزه تعليقات يا جماعه عن اللي انا بعمله، اللي انتوا تقولوا لي رايكم فيه ايه، واللي عايزه حاجه. شايفه الجمبريه عامله ازاي؟ تحفه بصراحه. وما تنشفيهاش قوي عشان الجمبري لازم يبقى جوسي، ما يبقاش ناشف. ان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله مع فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.